كانت ليلى فتاة عادية، ولكن هاتفها الذكي لم يكن عادياً. كان بوابتها إلى عالم آخر، عالم إنستغرام. في هذا العالم لم تكن ليلى مجرد طالبة في الجامعة، بل كانت ليلى شرطة سفلية مؤثرة. كانت تنشر صوراً لحياتها المثالية، ابتسامتها الخالية من الهموم، قهوتها الصباحية التي تحمل تصميماً فنياً، وكتبها التي تبدو وكأنها لم تقرأ أبداً. كل صورة كانت تعد بعناية، وكل تعليق كان يكتب بذكاء. كانت الأرقام تزداد، المتابعون، الإعجابات، التعليقات. في البضاء شعرت ليلى بسعادة غامرة. كانت تشعر وكأنها ترى وتسمع. لكن مع مرور الوقت بدأت الأرقام تتحول إلى عبء. لم تعد تنشر ما تحبه، بل ما يعجب الآخرين. تغيرت ألوان ملابسها وطريقة حديثها وحتى الأماكن التي تذهب إليها، كل ذلك ليتناسب مع الصورة المثالية التي خلقتها لنفسها. في إحدى الليالي كانت ليلى تستعد لالتقاط صورة جديدة. كانت تضع مساحيق التجميل وتعد الإضاءة وتحاول أن ترسم ابتسامة مثالية على وجهها. فجأة سمعت صوت والدتها من الغرفة المجاورة، تضحك بصوت عال مع والدها. كان ضحكا حقيقيا نابعا من القلب. توقفت ليلى ونظرت إلى نفسها في المرآة. رأت وجها شاحبا وابتسامة مصطنعة. شعرت بفراغ كبير في داخلها. كانت تحاول أن ترضي آلاف الأشخاص الذين لا تعرفهم، بينما كانت تنسى من هم حولها، من يحبونها حقا. أغلقت هاتفها وتركته جانبا. ذهبت إلى غرفة والديها وجلست معهم، تتحدث وتضحك لأول مرة منذ وقت طويل. في تلك اللحظة أدركت أن الحياة الحقيقية ليست في الإعجابات والتعليقات، بل في اللحظات البسيطة التي تجمعنا بمن نحب. في اليوم التالي لم تنشر ليلى أي شيء، وبعده بدأت تختفي تدريجيا من عالم إنستغرام لتعود إلى عالمها الحقيقي. لم تعد ليلى شرطة سفلية المؤثرة، بل أصبحت ليلى الفتاة التي تضحك من قلبها وتستمتع بقهوتها دون أن تلتقط لها صورة، وتعيش حياتها بكل تفاصيلها بعيدا عن الشاشة.